السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسالة الليلة من واحد من الأخوان بيقول فيها: السلام عليكم، أنا محتار وما قادر أفكر وما عارف أخذ لي قرار. أنا متزوج لي 4 سنوات وعلاقتي بزوجتي كويسة جدا، لكن قبل فترة لاحظت عليها التغيير. بقت طوالي ما مركزة وسرحانة وانفعالية جدا في بنتنا الصغيرة، مع انه اصلا هي بالها طويل جدا وبتتعامل بفكرة التربية الإيجابية وما بتشاكل بنتنا مهما تعمل. فجأة بقت تجوط وتصل مراحل أنها تضربها. أنا استغربت جدا من ردة فعلها وتصرفاتها وقررت أراقبها عشان أعرف سبب ضيقها شنو. وفعلا بقيت أراقبها عن كسب وأتابعها، أرجع من الشغل في أوقات مختلفة، واكتشفت أنه في اتصال بيجيها بشكل يومي، وبعدها هي بتتعكر وأعصابها بتنهار. فقررت أعرف منو اللي بيتصل ده عشان أحميها، وزدت مراقبتي ليها لدرجة أني ما بمشي الشغل عديل مرات. وفي يوم طلعت من البيت وخلت بنتنا مع أمي ومشيت وراها، وهي مشت بيت خالتها وأنا وراها، ودخلت وأنا انتظرت شوية بعدين دخلت. الصدمة أني لقيت البيت فاضي، خالتها ما موجودة ولا في زول من ناس البيت، والقاعد ولد خالتها بس، وهي قاعدة تبكي وتترجى فيه. راسي شطب وما فهمت الحاصل، وقلت لها في شنو. هي ارتبكت وولد خالتها جرى عديل وطلع من البيت. انصدمت فيها، وكيف أنا واثق فيها وهي بتخونني وما جا في بالي شك فيها ولا يوم. قلت لها أمشي أهلك وأوعك تجي راجع البيت، وطلعت مشيت ورجعت البيت. لميت كل شي بخصها ورسلت لها في بيتهم، ورسلت لها رسالة: انتي طالق. وقلت لأمي أنا طلقت المرة دي وتاني ما تجي البيت ده، والبيت دي هي ما عندها فيها شغلة. مهما حاولت أنها تفهم مني الحاصل ما حكيت، وقدر ما قالت لي أنها بنت كويسة وأكيد في سوء تفاهم أنا ما اقتنعت ومشيت منها. راسي ما مستوعب أبدا الحصل، وأنه كان من 200 بعدي. وبعد كم يوم مشيت طلقتها رسمي ورسلت لها ورقتها. هي بقت تحاول تتصل علي، لكن حذرتها وكنت حاسي النار مولع جواي، وأنه كل ردود فعلي دي ما طفت لي ناري. المهم أمي ما اشتغلت بكلامي، ومن غير علمي شالت البت ومشت ليها عند أهلها، لأنها كانت متأكدة أنها بنت كويسة. وسألتها عن الحاصل وحكت لها أنه قبل كم شهر لما اللي هو باسم الزوج يعني كان مسافر لشغله، وهي مشت زيارة لأهلها لأنه كان عندهم لمة الأسرة. فقامت بنتي وقعت لها التلفون والتلفون وقف. قامت خالتها قالت لها جيب التلفون بديه اللي هو ود الخالة باسمه، لأنه كان بيصلح تلفونات. وفعلا أدت التلفون بكل بساطة، لكن الخسيس بعد صلح التلفون شال كل صورها الخاصة وبقى يهددها بيها وطلب منها قروش، وأنها هي ما عرفت تتصرف وما كانت عايزة تزعلني اللي هو زوجها ولا أخوانا، لأنه ممكن يرتكبوا فيه جريمة. ولما مشت ناس خالتها مشت تترجاه أنه يمسح الصور وما يخرب ليها بيتها. أمي صدقتها وجات حكت لي كل الحاصل، وأنا جزء مني مصدق وجزء مني لا. وطلبت مني أمشي أعتذر لزوجتي وأردها، لكن أنا أول شي ما صدقتها أنه ولد خالتها اللي هو أخوها ممكن يعمل فيها كده. سكت أخوي ومشينا لولد خالتها، ضربناه ضرب شديد وأجبرته أنه يمسح كل الصور. ولحد الآن شايفة صعبة أنه أمشي وما عارف أعمل شنو. ردي علي ضروري وأنشر القصة عشان أشوف رأي الناس. والله يا أخوي يعني أنت نيتك كويسة، والحاجة اللي كنت حابة تعملها أنك تحمي زوجتك حاجة جميلة جدا وده المفروض عليك، لكن الأسلوب كان خطأ. يعني ليه ما اختصرت على نفسك المشوار وسألتها بشكل مباشر لما حسيت بها أنها متضايقة ومتغيرة، واخترت أنك تمشي بالطريق الطويل وأنك تتابعها وتتجسس عليها وتراقبها؟ سبحان الله، ربنا ما نهانا عن شيء إلا لأنه فيه خير لنا. عشان كده ربنا نهانا عن التجسس في سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا إلى نهاية الآية. فكونك تتجسس عليها دي ذاتها مشكلة، كان تسألها من الأول بشكل مباشر. الحاجة اللي غلطت فيها زوجتك أنها لما حست أنها واقعة في مشكلة حاولت أنها تتصرف براها من نفسها ومن راسها، وأنها ما لجأت لك، والشي ده خلى أنه تصرفاتها كلها أنها تتخطى في حتة حقت ظن سوء بالنسبة لك.
كان مفروض انها تلجأ لك من الاول، او حتى لو ما عايز تلجأ لك انت عشان خايفة مثلا بيتها يتخرب او اي حاجة، كان لازم تلجأ لواحد في اخوانها. زوجتك زولة كويسة وبشهادة امك الكلام ده، وهي يعني اتعاملت بحسن نية، وزي ما انت عارف انه يعني دوت خالته وانه هو اخوها الكلام اللي انت قلته ده، فهي اتعاملت بنفس المبدأ ده ومشت له وحاولت انها تترجاه وتنهي الموضوع، والكلام ده كله ما بسوء نية منها، لكن هو خسيس. وصدقني التصرف اللي عمله ده حيلقاه في الدنيا وفي حياته قبل الآخرة، والضربة اللي اتضربها دي ان شاء الله تجيب له راسه وما يحاول انه يضر له بيت ناس تاني. ونصيحتي لكل البنات، ما تحتفظوا في تلفوناتكم بصور ممكن يكون فيها تهديد لكم في حالة التلفون وقع ولا اتسرق ولا اتهكر ولا زي حالة البنت المسكينة دي. اي صور حسيتوا انه ممكن انها يعني تضركم امسحوها فورا، والافضل انه ما تتصوروها ذاته. واخيرا كلامي لك يا صاحب الرسالة، احساسك بانه انت مصدق لانه انت عارفة انها هي انسانة كويسة، واحساس انك ما مصدق ده او الاحساس السيء اللي جواك ده، فهو ده من عمل الشيطان. فألعن الشيطان واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وامشي رجع زوجتك واصلح ذات البين، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على افضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحالقة، لا اقول انها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، او فيما معنى الحديث. واعمل زي ما طلبت منك امك، وامشي لزوجتك ورضيها وطيب خاطرها وردها ورجعها بيتها. ان شاء الله ربنا يصلح حالكم ويسهل امركم ويسعدكم يا رب. فتكم بعافية وفي امان الله.